هنعمل بقى النهارده الفطير الفلاحي بطريقة فرد جديدة. عايزة اقولك ان انت هتعملي 3 4 في مدة 10 دقايق في خطوات سهلة جدا، وزي ما انت شايفة كده ملبن معاكي، تقدري تاكليه جنب عسل، جنب جبنة قديمة حلوة، عشوة حلوة كده وسريعة. يلا بقى، احب ارحب كمان بالناس الجديدة عندي في القناة، اقول لهم نورتوني وشرفتوني، يا رب اكون عند حسن ظنكم. معايا بقى كده طبق حطيت فيه 5 كوبايات كده من الدقيق، تحبي تعملي طبعا كيلو زي ما انت عايزة. ومعايا بقى كده كوباية من المية، حطيت عليها معلقة ونص من السكر، معلقة ونص كبار، ورشة كده من الملح. هبدأ ان انا ادوبهم كويس جدا، والخطوة دي مهمة قوي عشان خاطر الذرات بتاعة السكر والملح لما بتكون بتحط كده على الدقيق بتخلي الدقيق معاكي يبدأ اللي هو يقطع. زي ما انتوا شفتوا كده بقت السكر مكانش داب، فحطيت كمان كوباية تانية ودوبت فيها ونزلت كده عليهم بالدقيق، ودي خطوة مهمة قوي. هنبدأ بقى اللي احنا نعجن فيها. انا كده حطيت يعتبر كوبايتين من المية، وهحط كمان ربع كوباية. انا خد معايا كوبايتين وربع، ولكن انت ممكن ياخد معاكي كوبايتين ونص، ممكن ياخد معاك كوبايتين بس على حسب نوع الدقيق. كل نوع دقيق بيفرق عن التاني، في دقيق بيطرد المية وفي دقيق بيقبله. فانت تحطي كوبايتين اساسي، ولو احتاجتي تقدري ان انت تاخدي واحدة بواحدة. زي ما انت شايفة كده بقى تبدأي ان انت تعجني فيها بقى. لو انت بقى ايه يعني عندك طبعا عجين تقدري تشتغلي فيه، بس انا عندي على فكرة عجين، ولكن انا بحب ان اوريكم اللي عادي ان انت تقدري تشتغلي بايديك. زي ما انت شفتي كده انا عجنت لمدة بالظبط 5 دقايق، وبعد كده سبت العجينة وغطيتها تريح، وبعد كده بدأت ان انا اعجن فيها تاني. ده بيسهل عليك ان انت مدة العجن تبدأ اللي هي تقل معاكي. بعد ما عجنت زي ما انتوا شايفين كده لمدة 10 دقايق تاني، غطيتها بردك لمدة 10 دقايق تاني، العجينة تريح معاكي. وبدأت ان انا زي ما انتوا شفتوا كده انا حطيت صباعي، العجينة ما ردتش. طالما ما ردتش تعرفي ان هي ارتاحت معاكي. هبدأ بقى ان انا افردها على شكل مستطيل او على شكل دايرة، بس الاحسن والافضل ان احنا هنفردها على شكل مستطيل. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله العجينة مش بترد معاكي، ده معناها اللي هي مستريحة كويس جدا. زي ما انت شايفة كده معايا بقى كده زبدة. لكل كوباية من الدقيق قدامها معلقة او معلقة الا ربع من الزبدة. انا حطيت معلقة الا ربع عشان ما كنتش حباه اللي هو يكون دسم قوي، ولكن هو اصوله المفروض يبقى معلقة كبيرة من الزبدة. وحطيت كمان معلقة كده من الزبدة السمنة البلدي او الزبدة البلدي. تقدري طبعا تحطي سمنة او تحطي كمان معاه زبدة على سمنة، ولكن اهم حاجة يكونوا تكون جامدة كده زي ما انت شايفاها. فردتها زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده بدأت ان انا ابرمها كده زي الرول بالظبط، وبدأت ان انا اقطعها. زي ما قلتلك الكمية دي عملت معايا 3 فطاير كبار. زي ما انت شايفة كده بصي التورقات بتاعتها تحفة وجميلة قوي. عايزة اقولك عامل زي كده الملبن. ما تنسيش بقى عشان انا نسيت اقولك المعلومة دي، العجينة مش طرية قوي ومش قاسية. اهم حاجة ما تكونش العجينة طرية خالص معاكي. معايا بقى كده صينية حطيت فيها بقى معلقة كده من الزيت، وبعد كده دهنتها، وبعد كده حطيت تاني معلقتين دول عشان خاطر انا اغلف بيها العجينة من الرولات بتاعتي اللي انا قطعتها. بس اهم حاجه ان انت تقفلي على المكان اللي احنا قطعنا منه بتاع الزبده، قفلي عليه كويس جدا. زي ما انتم شايفين بقى سبتها لمده نص ساعه، وغطيتها بالكيس وعليها كمان حته. وبعديها اختبرتها كده اشوفها بقى هي ردت معايا تاني ولا لا. برضك لقيتها الحمد لله مريحه. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بتحطي صباعك ما تردش مكانها تاني، يعني لما تحطيها كده ما تلاقيش العجينه تطلع عليكي فوق تاني، ده تعرفي ان العجينه معاكي مريحه. ناخدها بقى على الرخامه معايا، وتبداي ان انت دهنه كده بسيطه قوي معلقه كبيره كده من الزيت على الرخامة بتاعتك، وتبدأي ان انت تاخدي معاكي العجينة وتبدأي ان انت تفرديها على قد ما تقدري. كل ما تفردي معاكي كل ما تديكي توريقة حلوة اوي. نحط بقى ايه معلقتين كده من الزيت زي ما انتم شايفين على العجينة بعد ما فردناها. وبعد كده بقى اخدها كده وشدها، بص زي ما انتم شايفين ما شاء الله رقيقة كده معايا وداخلها كده هوا. الحركة دي مهمة قوي. وبعتذر جدا لان المقطع الباقي ده اتمسح. انا هبدأ اعملهم كلهم بنفس الخطوات. اشد كده تشدي العجينه وتدخلي لها هوا وتروحي مطبقاها لحد ما تطبق معاكي، وبعد كده تمسكيها تعمليها زي السره وتكوريها كده وتحطيها على الصينيه زي ما انت شايفاها كده. وتكوني القفله اللي انت عاملاها تكون من تحت. هغطيها بقى يغطيها بكيس، واسيبها بقى لمده نص ساعه، ساعه، ساعتين. اهم حاجه ان هي تتغطى بكيس وبعد كده بحته. وبعد كده اختبرتها بنفس الاختبار اللي بقولك عليه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مريحه جدا جدا، مش محتاجه اي حاجه.
كمان تقدري ان انت تعمليها نفس الخطوات كده بالظبط، وبعد ما في المرحلة دي تبدأي ان انت تشيليها لمدة مثلا 3 ساعات 4 ساعات، كل ما تريحيها كل ما تديكي نتيجة حلوة قوي. وبعد كده فردتها، وبعد كده بقى حطيت كمان على وشها قشطة كده لو انت عندك، لو مش عندك معلقة من السمنة البلدي هتديها ريحة حلوة قوي، وبتديها بردك لون حلو. لو مش عندك اي حاجة خالص خلاص هي تكتفي، وهي بردك هتاخد معاكي لون جميل جدا. زي ما انتم شايفين بقى هدخلها بقى على فرن يكون سخن جدا على درجة حرارة 220، من تحت بس في الرف اللي في الوسط، هيطلع معاكي بالشكل التحفة ده. وتطلعيه بقى وتغطيها بكيس، وبعد كده كمان تغطيها بحتة عشان خاطر هي تبدأ تطرى معاكي. وعايزة اقولك بقى ما شاء الله اول ما بتطلع كده بتكون بقى مقرمشة وملهاش حل. بمسكها بقى اغلفها زي ما انتم شايفين كده بالاسترتش، وتبدأي ان انت تشيليها في الفريزر او تحتفظي بيها زي ما انت شايفة. عايزة اقولك عامل زي الملبن. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.